زمان كانت القوة بتتقاس بعدد الدبابات وآبار البترول، لكن النهاردة القوة الحقيقية محبوسة جوه أوضة تبريدها بيوصل لدرجة التجمد في مباني ضخمة متفصلة عشان تحمي أغلى حاجة في عصرنا، المعلوم. وأنا جابر وده تمام الكلام. تعال النهاردة نفك شفرة مراكز البيانات. دي مش مجرد مخازن للفيديوهات والصور، دي المفاعلات النووية للذكاء الاصطناعي والساحة اللي بيدور فيها أشرس صراع بين أمريكا والصين. ليه الدول بتتسابق عشان تبنيها على أرضها؟ وإزاي ممكن سنتر واحد يوقع اقتصاد دولة كاملة؟ وليه الحرب اللي جاية مش هتكون على الأرض، دي هتكون على السيرفر؟ لما بتسمع كلمة كلاود أو التخزين السحابي تتخيل إن بياناتك طايرة في الجو، بس الحقيقة إن السحابة دي ليها عنوان على الأرض وجدران خرسانية وبتسحب كهرباء تكفي مدن كاملة. مركز البيانات هو العقل اللي بيشغل كل حاجة في حياتنا، من أول ما تطلب أوبر لحد تحويلات البنوك. احنا بنتكلم عن مجمعات مساحتها بتوصل لمئات الفدادين. في 2026 العالم بقى بينتج كمية داتا في يوم واحد تعادل اللي أنتجه البشر من أول التاريخ لحد سنة 2000. الداتا دي محتاجة مكان تعيش فيه، والمكان ده هو مركز البيانات. خلونا ندخل في لغة الأرقام. سوق مراكز البيانات عالميا اتخطى 300 مليار دولار، ومتوقع يتضاعف الرقم ده في سنين قليلة ليه بسبب الوحش اللي اسمه الذكاء الصناعي. ال AI ده جعان داتا وكهرباء ومحتاج مراكز بنسميها هايبر سكيل. شركات زي مايكروسوفت جوجل وأمازون هم اللي مسيطرين على الكوكب. أمازون لوحدها بتصرف في السنة الواحدة ميزانيات دول عشان تبني وتحدث مراكز بياناتها. طب ليه؟ لأن اللي بيأجر لك مساحة تخزين هو فعليا بيأجر لك سيادة على بياناتك. هنا بقى ليه الدول دلوقتي بتتخانق عشان مراكز البيانات تتبني على أرضها؟ الموضوع فيه 3 أسباب. السيادة الوطنية عشان داتا مواطنيك ما تبقاش تحت رحمة حد، والسرعة لأن في البورصة والجيش الكسر من الثانية بيساوي مليار، والأهم من ده كله التجسس. اللي عنده السيرفر عنده مفتاح القفل. الصين دلوقتي بتبني طريق الحرير الرقمي، وامريكا بترد بتهديداتها بقطع التعاون مع اي حد بيستخدم تكنولوجيا صينية. دي حرب باردة حقيقية، بس السلاح فيها كابلات الياف ضوئية تحت المحيط. الجانب اللي محدش بيكلمك عنه هو ان مراكز البيانات دي غول طاقة. مركز واحد ضخم ممكن يستهلك كهرباء قد 50,000 أسرة. في دول زي أيرلندا مراكز البيانات لوحدها بتسحب 20% من طاقة البلد كلها. ومش بس كهرباء، دي محتاجة ملايين الجالونات للتبريد. احنا قدام معضلة، العالم عاوز تكنولوجيا بس الكوكب مش مستحمل حرارة السيرفرات دي. منطقتنا العربية مش بعيدة عن الصراع ده. السعودية والإمارات ومصر بيتحولوا بسرعة لمراكز إقليمية للداتا. مصر موقعها الجغرافي اللي بيمر فيه 90% من كابلات البيانات بين الشرق والغرب عندها فرصة تاريخية تكون هي السنترال العالمي. المنافسة دلوقتي مين اللي هيقدر يوفر طاقة نظيفة ورخيصة ومكان آمن للسيرفرات دي. في المرة اللي جاية اللي ترفع فيها صورة على السحاب افتكر ان في جيش من السيرفرات شغال تحت حراسة مشددة، وفي صراع دولي شغال عشان يحدد مين اللي يملك المعلومة دي. مراكز البيانات هي الحصون الجديدة، والبيانات هي السلاح الجديد. سؤالي ليكم، تفتكروا العرب هيقدروا يمتلكوا سحابتهم الخاصة بعيد عن صراع الكبار؟ مستني رأيكم في التعليقات. ما تنسوش اللايك والاشتراك عشان يوصل لكم الزتونة. وانا جابر وده تمام الكلام. سلام عليكم.